متفق مع ربنا ان هو يعني يعيشنا ويعيش معاليك. البضع سنين دي اللي هتبقى فيها مصر في حته ثانيه. ابو معاش ابو 60 و70 سنه ده هيستنى البضع سنين؟ يا عم عايشني النهارده وموتني بكره. بضع سنين ايه وبتاع ايه؟ هي البضع السنين دي بعد الشر ان احنا نعيش بضع سنين لغايه ما تبقى مصر كويسه. نبقى جعانين لغايه بضع سنين. لا يا رب ياخدنا يا اخي عشان خاطر النبي يا رب. ما تعيشناش في مزال يا رب. وتقصر اجالنا وما نستناش البضع سنين بتاعتكم دي. بضع سنين ايه وتصريحاتكم اللي تخلي الاخرس ينطق. وصل صوتك. كلامه محتاج رد. بضع سنين ايه يا مصطفى؟ اسمكاش انت بتاع الحكومة، انت اسمكاه بضع سنين ايه وزفت ايه؟ ما انت ليك 13 سنة مدبول انت وعبد الفتاح السيسي واحمد موسى كذاب وابو قرعه الاقرع اللي طلع يتكلم لي عن الموريل ويقول لك الشعب المصري ما اتكلمش. لا، احنا لينا كام سنه بنهاتي ونقول القروض لا، القروض لا، القروض لا، القروض لا. قرض ايه اللي بيتكلم عنه منصه في المنصات بتتكلم عن قرض ب5 مليار مع البنك الدولي؟ ها؟ قروض احنا مش عايزين قروض. انتوا بتجيبوا القروض تقولوا المشاريع فاشله. يا احمد يا موسى انت كذاب واحنا مش مصدقينك، لا انت ولا عمرو اديب. ورئيس الحكومه انهي بضع سنين اللي بتتكلم عنها؟ انهي بضع سنين اللي شغل للرجاله؟ ما فيش شغل للرجاله على الله حكايته. تمام، يعني اللي بيشتغل يوم بيقعد قصاده يومين ثلاثه، اللي بيشتغل له 10 ايام بيقعد قصادهم ال10 التانيين. شغل ايه يعني؟ مفيش فلوس جايه لنا. الاسعار هتودوها لفين تاني؟ طب لما انت تديني الناس اللي طلعت تتكلم تقول لك الدعم النقدي، انا مش عايز دعم نقدي. انا تديني ابقى عندي 4 عيال غير امه، غير كهرباء، غير مي، غير ايجار. عايز كام كل ده عايز كام؟ وعايز تديني 300 جنيه وتخلي لي حتى اكلي عشان اشتري اعرف اجي. انا كل حاجه بقى تبقى عليا بال300 جنيه اللي انت هتديهم، ومخسرين الدوله. احنا مخسرين الدوله عشان هتدينا 300 جنيه وكمان هتمنع. يعني يا ريتها حاجه مفيده. انت هتضرونا عشان تضرونا، الدوله هتخسر. يا عم احنا مش عايزينها، احنا مش عايزين اللي انت بتتكلم فيه ده. الساده النواب، يا ترى انتوا على علم باللي بيحصل في البلد دي، ولا انتوا دخلتوا مجلس الشعب عشان تمشوا مصالحكم؟ تمام، مفيش حد فيكم بنشوفه يطلع يتكلم عن الشعب المطحون وطلعان ميتينه. انتوا فاهم؟ طب الداخليه عماله تظلم في اللي رايح واللي جاي وي 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 واللي يعترض واللي. طب واخرتها طيب الرئيس عمال يجيب قروض عشان يسدوا القروض، يجيب قروض عشان يسدوا القروض. طب وبعدين؟ طب واخرتها برضو؟ طيب المؤسسة العسكرية اللي ماسكة البلد من 70 سنة عاجبها نظام البلد؟ طب عاجبها ان احنا ما نطلعش رجالة؟ عبد الفتاح السيسي رئيس مصر جاب ابن الوسخة ترامب وقعدوا في شرم الشيخ واتفقوا ان خلاص وقف اطلاق النار. خلاص اتفقنا على وقف اطلاق النار مع اخواتنا في غزة. طيب لحد دلوقتي معدين 2000 ولا معرفش 1000 واحد، عدوا 1000 من فترة. اغتيالات وضرب وي امال ده ايه يعني؟ بيضربوا عليهم بومب والبان؟ الناس دي ماتت ليه؟ امال انتوا جبتوا الرئيس وعملتوا مصر رعاية السلام انه سلام اللي اخواتنا بتتدبح جنبينا ولا عارفين يدخلوهم اكل ولا شرب ولا والناس مش قادرة تضرب بسبب الاتفاقية، واحنا زي ما احنا برضو قاعدين ساكتين. طب الجيش المصري فين من ده كله؟ من اللي بيحصل في البلد داخليا وخارجيا وي. احنا تعبنا، احنا كشعب مصري تعبنا.
تتقوا الله فين، الحكومة تتقي الله فين. مش عارفين نعيش، مش عارفين نعيش. ويا احمد يا موسى بوشك اللي عايز يتكتف، وشك الوحش انت وعمرو اديب، احنا ما بنصدقكمش، انتوا كدابين بالنسبة لنا. ورسالة أخيرة لأهل غزة، والله 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 إن نصر الله قريب. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل صوتك.